يسأل عن صيام يوم عرفات، إذا عرفات هذا العام سيكون يوم السبت. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، فماذا نصنع؟ قل صم يوم عرفة. وهذا الحديث العلماء شددوا النكير عليه وعلى رواته، فمن الأقوال قول الإمام مالك هذا حديث كذب، ومن الأقوال قول الزهري هو ضعيف، وقول أبي داود والنسائي أحدهما قال هو مضطرب والآخر قال منسوخ، وقول الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. كيف أصول الشريعة تخالفه؟ يعني الأحاديث الواردة الثابتة الصحيحة تخالف ذلك. فالرسول قال، يعني هذا الحديث ما فاده لا تصوم الجمعة إلا في الفرد فقط. قل هذا الحديث غلط، لأن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، يوما قبله أو يوما بعده، فستصوم يوم السبت إذا صمت يوما بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا ليس فرضا وستوافق السبت حتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فالذي يصومها متصلة لن يكون سيصوم يوم السبت حتما. وكان الرسول يصوم شعبان كله إلا قليلا. فكل هذه الأشياء تخالف حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والله أعلم.